مستمعينا الاعزاء، اهلا بكم معنا عبر راديو أثير تلفزيون راديو زهرة العرب لكل العرب من المحيط الى الخليج. ويسعدنا ان نلتقي بالاستاذه الدكتوره منى محمد مسعد، مدرس مساعد بالمعهد العالي للدراسات الفندقيه والسياحيه بدمياط الجديده. اهلا معنا دكتوره منى ونورت الدنيا. اهلا بيك يا استاذ محمد. دكتورة منى، يعني نتحدث اليوم عن رسالة الدكتوراه التي حصلت عليها بالمعهد مؤخرا، وهي رسالة فريدة من نوعها. ناخد فكرة عن طبيعة هذه الدراسة أو هذه الرسالة. هو بس احب اوضح، انا بشتغل في المعهد العالي للدراسات السياحيه والفندقيه بدمياط الجديده، وانا حصلت على درجه الدكتوراه من جامعتي، جامعه قناه السويس، كليه السياحه والفنادق. بالنسبه لموضوع الرساله، هو شويه انا تطرقت لجزئيه حجز تذاكر الطيران الالكترونيه. هو طبعا في زملاء كتير عملوا يعني رسائل جميله ورائعه عن شركات الطيران وتوجيهات لشركات الطيران في يعني تحسين الضيافه الجويه، في تحسين الخدمه في الطياره. كلهم كانوا بيتطرقوا لجزئيه المطارات والطيران، لكن كأنظمة الحجز نفسها والعملاء وازاي ان احنا نقيم رضاء العميل عن خدمة الحجز نفسها للتذكرة، دي كانت الحمد لله اول حد يعملها ان شاء الله. يعني الحمد لله يعني ربنا وفقني ان انا اقدر اشتغل فيها. انا كنت الاول بشتغل في شركات سياحة وشركات طيران، فكان عندي الخبرة العملية. تمام. وحبيت ان انا كمان اخليها اكاديميه لما اشتغلت في المجال الاكاديمي. ده فرق جدا مع حضرتك يا دكتوره منى في يعني التطبيق العملي مع الاكاديمي والنظري. شايفه ده ازاي حضرتك؟ هو طبعا احنا بنخرج المفروض اجيال تكون مؤهله للعمل. فلازم يكونوا هم متدربين عملي كمان داخل الكليات، مش نظري فقط. فده يعني اضاف للطلبه الجزئيه العمليه، ان هم بيقدروا يتدربوا على انظمه الحجز الالكترونيه. احنا بيكون في عندنا شعبات في يعني كذا شعبه، من ضمنهم شعبه شركات الطيران. الطالب بيقدر ان هو يدرس انظمه حجز تذاكر الطيران، بس حاليا اللي مطبق نظام واحد في اغلب الكليات والمعاهد، اسمه اماديس، وانا الحمد لله مدرب معتمد اصلا من اماديس. احنا دلوقتي كانت من ضمن التوصيات بتاعتي ان لازم كل الكليات والمعاهد تتوجه للاتجاه دوت، ان هي يكون ملمين بجميع انظمه حجز تذاكر الطيران، بحيث ان الطلبه ما تفكرش انها تطلع بره وتدور انها تاخد كورسات، لا هو يبقى خارج اوريدي متعلم. ده الجزء ده عملي ونظري. يعني عندنا في قسم الفنادق الطالب اوريدي بيتدرب على شغل المطبخ والمطعم. لكن في قطاع السياحه اللي هو قسم شركات السياحه وشركات الطيران، مش كل الكليات ولا المعاهد كانت مطبقه الجزئيه دي، ودي كانت التوجيهات بتاعتي والتوصيات في الرساله من ضمن يعني التوصيات. اما طبعا بالنسبه لشركات الطيران كانت التوصيه بتاعتي ان لازم يكون اغلب الشركات مش بتسال العميل هل انت راضي عن الخدمه نفسها اللي استقبلتها وانت بتحجز تذكره الطيران مع الموظف. وكان يعني من ضمن الحاجه ان انا قلت لهم لازم يكون في QR على تذكره الطيران، مش لمجرد ان انا اساله انت مسافر على رحله ايه، لان الشركات بتعمل كده، انت مسافر على رحله ايه، هت يوم ايه، الايميل بتاعك، الحاجات الاساسيه. لكن ما بيسالوش الخدمه اللي يعني تلقيتها هل كانت زي ما انت كنت يعني محتاجها ولا لا. بالاضافه طبعا لاسعار تذاكر الطيران النهارده بقت غاليه جدا، فهل الخدمه كانت مناسبه مع السعر ولا لا. دي الحاجات كلها الحمد لله انا قدرت ان انا يعني اخليها في الرساله بتاعتي، ويا رب اقدر افيد قطاع شركات السياحه وشركات الطيران والمعاهد باذن الله. اللجنه المشرفه على الرساله دكتوره منى، يعني في قامات مميزه جدا جدا خلال هذه الرساله او مناقشه هذه الرساله. يعني ناخد فكره عن المشاركين مع حضرتك في التحكيم لهذه المناقشه. طبعا في المقدمه يعني استاذتي الدكتوره نبين جلال عيد، دي عميد كليه السياحه والفنادق واستاذ بقسم الدراسات السياحيه جامعه قناه السويس. انا حابه اشكرها جدا جدا على المجهود الرائع اللي بذلته معايا علشان نقدر ان احنا نخرج الرساله بالشكل اللائق دوت. وكان كمان معايا الاستاذه الدكتوره نرمين الشحات، استاذ دراسات سياحيه كليه سياحه وفنادق جامعه قناه السويس، كانت برضو مشرفه ومحكمه.
وسياده العميد استاذ فاروق عبد النبي عطله، ده استاذ الدراسات السياحيه جامعه الفيوم وعميد المعهد العالي للدراسات الفندقيه والسياحيه دمياط الجديده، كان محكم، وهو ايضا برضو مدرب معتمد من شركه اماديس، وقدر يفيدني كتير في المناقشه بخبرته الكبيره في مجال الطيران. وكذلك الاستاذ مدرس مساعد راشا احمد خليل، استاذ مساعد بقسم الدراسات السياحيه كليه السياحه والفنادق، وعندها برضو خبرة جميلة جدا في شركات الطيران. وده كان أفضل حاجة في المناقشة، إن أنا معايا قامات عالية وعندها الخبرة، استفدنا كلنا من الإضافات اللي تمت ساعة المناقشة. يعني مجهود مميز ورسالة مميزة وتوصيات رائعة ولجنة مناقشة يعني على مستوى عالي وقمم علمية سامقة. بنشكر حضرتك دكتورة منى محمد مسعد على هذا اللقاء، ونتمنى لسعادتك مزيدا من التوفيق القادم إن شاء الله تعالى. متشكرة جدا لحضرتك، وطبعا يعني كل الشكر والمجهود الرائع اللي عمله معايا رئيس مجلس الإدارة دكتور إيهاب عيد، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للدراسات السياحية والفندقية، ودعمه دايما ليا، وإن هو خلاني موجودة وسط الصرح الرائع العلمي المعهد عندنا. وطبعا هو شرفني في مناقشة الرسالة. فأنا بحب يعني أشكرهم جميعا لليوم الرائع دوت، والحمد لله الحمد لله، يا رب كده فعلا نكون أضفنا إضافة جديدة في المجال. يعني بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منى، ونتمنى لك التوفيق في القادم. يعني مستمعينا الأعزاء، كنا معكم عبر فترة الظهيرة من راديو وتلفزيون زهرة العرب لكل العرب، إلى أن نلتقي معا في فترة قادمة.